عاش عدد من الركاب القادمين من مدينة مراكش صوب الدار البيضاء لحظات من الخوف والهلع بعد أن هاجمت عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء حافلتهم في مشهد هوليودي استولت خلاله على عدد من الهواتف النقالة والحلي والمبالغ المالية. وحصلت جريدتنا على معلومات خاصة تفيد أن الحافلة والتي تجاوزت مدينة برشيد بكيلومترات معدودة تفاجأ ركابها بعدد من الأشخاص يشهرون أسلحة بيضاء، منهم من كان داخل الحافلة ومنهم من كان متربصا بداخل صندوق الأمتعة. وذكرت المصادر أن أحد المهاجمين أشهر سكينا ووضعه في مشهد يشبه أفلام الأكشن على عنق السائق، مرغما إياه بسلك طريق آمن بعيدا عن أنظار رجال الأمن، حيث عمت فوضى وخوف وهلع كبير بين ركاب الحافلة، حيث جردت العصابة عدد من المسافرين من أمتعتهم وهواتفهم، فيما جردت مساعد السائق الجريسون الذي حاول الدخول في شجار معه من ملابسه قبل أن ينزلوه في مكان خلا قبل أن يغادروا الحافلة على مشارف مدينة الدار البيضاء. وأفادت المصادر أن عددا من الركاب الذين سجلوا شكاية في الموضوع اتهموا المساعد بالتورط في هذا الحادث بحكم سماحه لعدد من أفراد العصابة بالبقاء